حقيقة ما يسمى الفتح الإسلامي. تم العثور على وثيقة في أحد كهوف منطقة شرازور جنوب كردستان. يعود تاريخ هذه الوثيقة إلى القرن السابع الميلادي تقريبا. جاء فيها: سويت أماكن الصلاة بالأرض، نيرانهم أحرقتها، لقد اختبأ الأعظم بين العظماء، وكان العرب يضربون قرى الريف حتى شرازور، وأخذوا زوجات الفلاحين وبناتهم كعبيد. الرجال الشجعان تدحرجوا في الدماء، لا يتم تنفيذ طقوس زرادشت أكثر من ذلك. أهورا مزدا لا يشفق علينا. هذا التوثيق كان مكتوبا على قطعة من جلد، وكان موجودا في كهف بمنطقة شرازور. وقد ذكر المؤرخ علاء الدين السجادي هذه الوثيقة في كتاب نشر في بغداد عام 1952.